الماليه ديالها كتاثر بشكل مباشر بالتراجع العنيف لسعر البرميل، لانه مجبر الشركه توفر على احتياطي، وهذاك الاحتياطي فاش كيتحسب في الاول ديال السنه بثمن ديال البرميل، وفي نهايه السنه بثمن ديال البرميل كتوقع واحد لا ديفالاسيون انورم ديال الستوك. هذه كتامباكتي ديريكتومون لو ريزولتا، يعني هاد الحوايج باينين. وهذا المشكل وقع في 2008 بشكل فظيع، ووقع في 2014 بشكل فظيع. ولعل هذا البيان هذا كيبين لكم الا شفتوا هذا لو بيك. هذا البيان هو البيان ديال التطور ديال سعر الباريل في العالم، والمغرب كيتقدم للعالم. غتشوفوا في 2008 غيطيح بواحد الشكل خطير من 130 غادي يوصل حتى لحدود كدا 40، وفي 2014 غادي يعرف نفس الشيء، غادي يطيح تقريبا واحد 100 ولا حتى 60 دولار. بمعنى كتكون عندك مليون طن محسوبه اليوم ب 50 دولار 100 دولار، كيجي راس العام كتولي عندك مليون طن محسوبه ب 50 دولار، بمعنى عندك 50 دولار الستوك ديالك مشات لك. الحل هو انه باش كتعرف بانه السوق غادي يهود، خصك تبيع كاع داك المخزون اللي عندك باش ما يبقاش عندك، ولكن عندك لوبليغاسيون ديال لا ساتيسفاكسيون ديال المارشي، خصك تكون يعني خصك توجد ستوك خصك يكون. اذا هذا البيان هو بيان ديال الباريل. كاين كذلك هذا التاثير هذا دفع الشركه على انها كتشغل الوحدات ديالها بشكل منخفض ديال الطاقه، وهذا الشيء كما قلت يؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك الداخلي، لا كونسوماسيون انترنال بيرت، وكيأثر على لو روندومون ديال لا ماشين. وباش ندير انتباه حتى بالنسبه للمجتمع المحلي، هذا التوقف والاقلاع عنده حتى تهديد مباشر على السلامه والامن ديال سمير والمحيط ديالها، لانه الاخوان اللي كيخدموا في الرافيناج حنا بالنسبه لنا كيقول لي واش الشدات، يعني شنو هي الشدات؟ هي لويتي الا شدات لالور ديالها مسطره، كيقولوا مسطره بمعنى راه تو الموند ترونكيل، ما كاين لا فارياسيون لا بيرتورباسيون. ولكن فين كيكون المشكل هو ملي كيكونوا كنديماريو ولا كنكونوا كنسكتوا. علاش كنديماريو؟ لان كنطلعوا من الحرارات المنخفضه والحرارات المرتفعه، وملي كنسكتوا كان عاوتاني في العكس الاخر. وهذا الشيء هذا كيتطلب واحد النوع ديال الحنكه، واحد النوع ديال اليقظه بالنسبه للاخوان التقنيين المباشرين اللي كيخدموا في هذا العمل هذا. وهذا الشكل حاليا اللي ولات السمير كتمشى به يعني حتى عنده تاثير مباشر محتمل على الامن وعلى السلامه ديال الجميع. كذلك المديونيه ديال الشركه تراكمت بواحد الشكل كبير، لانه مما كيتخلص الدرهم الاول كتجي البنكه كتزيد عليك لي زانتيري وكتزيد عليك، وغادي الامور كدار. بل انه حتى الدوله اليوم فهي من الناس اللي كيستناو فلوسهم عند الشركه ديال لا سمير، اللي عندهم واحد 10 ولا ما عرف اللي والده غتولد اليوم راه واصله 13 ولا الله يستر الا ما توصلش حتى هي لشي مصيبه كحله اخرى. بانه كذلك الماليه ديال الشركه ضربت بشكل مباشر بسبب التراجع ديال المبيعات كما بينا لكم في البيان، لانه كاين الاغراق ديال السوق بالواردات من قبل الموزعين، وكاين ما اوصل الشركه الى عجزها على تامين الامدادات من النفط الخام، وهي الواقعه اللي وقع اليوم من بعد ما كان بشكل متقطع. اليوم وصلت الامور يعني العظم، وتم يعني الشركه ما قدرتش يعني تجاوب بشكل مباشر على انه دير، لانه حتى الابراج اللي كيمشيو عنده كيقولوا عطينا باش نجيبوا الباطون نديروا نعطيو، يعني كلشي يصلوا روج ولاو لي فون كاملين عندهم ضغط على انه التعامل مع شركه سمير يمكن يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. وكذلك كاين فعل دولي هو انه الهوامش ديال التكرير اللي كيتسمى لا مارج ريفيناج حتى هي غاديه بواحد الشكل منخفض، لانه عندها علاقه بالوكور ديال الوريد، وعندها علاقه حتى بالعالم دابا ديال النفط، لانه كاين الشركات الكبرى اللي ولات دابا متحكمه في الانتاج ديال البترول من الاستخراج ديالو الى تخزينه الى تكريره والى توزيعه. ولعل الا رجعتوا بانه الربح يعني الكبير في البترول تيكون في الثمن ديال النفط الخام، بمعنى الذي يمتلكه ابار يمكن ان يسود العالم ويمكن يغرق المارشي بالشكل اللي كيبان لي. وحتى انه رجعوا بشكل يعني مباشر بان في 2008 فاش كانت الازمه